اهلا بحضراتكم بالتلفزيون المصري، منورين ومشرفين كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان. احنا كليه عريقه ذات تاريخ مشرف. كليه تاسست سنه 1839. احتفلنا السنه اللي فاتت بالعيد ال 185 للكليه. طبعا ده يعني سنين طويله وتاريخ طويل من الانجازات لكليه فنون التطبيقيه. تعتبر اول كليه في افريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط كفنون تطبيقيه، اللي اسسنا محمد علي باشا. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم ان كليتنا بتغطي كل الحياه اليوميه الموجوده يوميا عندنا في بيوتنا كلنا. يعني مثلا الاوضه اللي انا قاعد بتكلم حضراتكم بسجل فيها دلوقتي، ال الاثاث او الكراسي او الترابيزات او المكتب اللي عامله قسم التصميم الداخلي والاساس، المجات والكوبايات والصيني والفخار ده قسم الخزف. اللبس اللي احنا بنلبسه اليومي سواء كان قمصاننا بناطيلنا اي لبس بنلبسه داخل فيه 3 اقسام: قسم الملابس الجاهزه او الفاشن، قسم طباعه المنسوجات اللي انا بشرف ان انا كنت في يوم من الايام رئيس قسمه في يوم من الايام، قسم النسيج. كل الاقسام الثلاثه دولت مشتركين ان احنا ممكن نطلع قطعه قماش او قطعه لها الملبس. الخلاط، الاجهزه الكهربائيه، كل التلفزيونات، كل ديت حاجات داخله برضو في قسم التصميم الصناعي. الخريج عندنا بيتخرج، الدراسه عندنا 5 سنين. السنه الاولانيه تعتبر فاونديشن يير او سنه بنقول عليها السنه الاعدادي، سنه التاسيس، ان انا باسس الطالب عندنا في اعدادي بيخش يشوف بعض المواد اللي لازم ياخدها. ما فيهاش، احنا طبعا كليه معتمده بنظام الكريدت اورز، ما عندناش في اعدادي مواد اختياريه، لكن بعد كده من الطالب بيجي بيتخصص على حسب المجموع التراكمي بتاعه في اعدادي، بيتخصص في 4 سنين التخصص. في عندنا طبعا كده تنسيق داخلي للاقسام العلميه، بنشوف مثلا تقديره دوت ومجموعه تراكمي كام، على حسب رغبات الطالب بيشوف الرغبه الاولى والثانيه لحد ال 14، وبعد كده على حسب مجموعه بيخش القسم اللي بيأهله ليه. بيتخصص بعد كده في 4 سنين التخصص. برضو عندنا بالاضافه ل 14 قسم علمي عندنا 7 برامج خاصه باللغه الانجليزيه وبمصروفات. كل طبعا احنا كليه معتمده، وفي نفس الوقت احنا نظام الكريدت اورز او الساعات المعتمده. يعني يعتبر عندنا 21 برنامج في الكليه او 21 قسم في الكليه. عدد الطلاب اللي عندنا حوالي 4600 طالب. الحمد لله نسبه البطاله عندنا قليله جدا، تكاد تكون منعدمه او معدومه. طلابنا مبدعين مبتكرين جمال. كليه لها طابع خاص، كليه طبعا عمليه في الطابع الاول. والميزه عندنا كمان ان احنا الدراسه عندنا سواء في المينستريم او حتى في الدراسات العليا لها طبيعه خاصه. معظم الدراسه عندنا 50% منها كتوتال في التكنولوجي، وال50% الثاني في الارض او في التصميم. فطبعا الطالب لازم يكون عشان يلتحق عندنا بالكليه لازم يبقى مجموعه يأهله ان هو يخش كليه، ده شرط من الشروط. والشرط الثاني ان هو لازم يجتاز امتحان القدرات اللي بيتم كل سنه. حابب برضو يعني جدير بالذكر ان في الملتقى التوظيفي احنا دايما نعمل كل سنه على هامش مشاريع التخرج لل 14 قسم وبعض البرامج الخاصه اللي هم كان عندهم دفعات تخرج او مشاريع تخرج. جالنا كذا شركه قطاع خاص، طبعا لا داعي لذكر اساميهم، ان الشركات دي كانت جايه في قسم التصميم الصناعي. انا متذكر قسم التصميم الصناعي بالذات، وقالوا لنا احنا محتاجين 5 ولاد يشتغلوا في شركه كذا. عايز اقول لحضراتكم احنا بالتواصل مع طلابنا. طبعا عندنا يعني مع رئيس القسم ومع الاساتذه في قسم التصميم الصناعي تواصلنا معاهم، ومع الخريجين. احنا عندنا طبعا وحده لمتابعه الخريجين في الكليه في كل الاقسام العلميه، بنتصل بيهم. كل الخريجين بتوعنا كانوا بيشتغلوا، طب تعالوا اشتغلوا هنا، طب بارت تايم ما لقيناش. فدي برضو تدل على نقاط قوه كتير في الكليه عندنا. ونقيس بقى على كده مش تصميم صناعي بس، كل اقسام الكليه ال 14. فمعظم الكليه الحمد لله، وهم حتى طلابنا الجمال المبدعين المتالقين دايما مميزين، ان كليتنا لها طبيعه خاصه، طبيعه مختلفه. حتى وهم في سنه ثانيه وهم في سنه ثالثه في التدريب، بيبقى الشركات الخاصه او شركات او المصانع او الورش او المكاتب او وات ايفر بيبقوا عاملين مثلا ايه فوكس عليهم، شايفينهم هم بيتدربوا. انا عايز فلان او عايز فلانه، بحيث ان هم على طول يتخرجوا من هنا، مش عايز اقول بيتخطفوا، بيشتغلوا على طول. يعني هم مجرد ما مشاريع التخرج بتاعتهم بتخلص بيشتغلوا على طول. من الشروط الاساسيه لدخول كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان، الطالب عشان يجتاز لازم حاجتين اساسيتين او 3. الحاجه الاولانيه احنا بناخد شعبه العلمي سواء كان علمي رياضه او علمي علوم. الحاجه الثانيه لازم يجتاز امتحان القدرات. يعني لازم الطالب عندنا عشان يخش امتحان كليه الفنون التطبيقيه
لازم عشان يلتحق بيها لازم يكون جايب طبعا اول حاجه المجموع بتاع الكليه عن طريق التنسيق، والحاجه الثانيه امتحان القدرات. طب امتحان القدرات ده عباره عن ايه؟ احنا شغالين في امتحان القدرات دلوقتي بقى لنا حوالي 10 ايام، وهنشتغل فيه لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه. امتحان القدرات دوت عباره عن اختبار، الاختبار دوت بيبقى مره واحده. مره واحده يعني ايه؟ يعني الطالب من حقه ان هو يخش الامتحان مره واحده، لو نجح فيه يبقى لائق، لو ما نجح فيه لا قدر الله يبقى غير لائق، فمالوش الحق ان هو يخش الامتحان مره ثانيه. بمعنى ان الامتحان جاست مره واحده بس، ما يخش الطالب مرتين. امتحان القدرات ده عباره عن ايه؟ الامتحان القدرات ده عباره عن سؤالين اساسيين. السؤال الاولاني، السؤال دوت عباره عن سؤال التصميم، والسؤال الثاني اسمه سؤال عن الرسم. سؤال التصميم عليه 60 درجه، وسؤال الرسم عليه 40 درجه، يبقى التوتال 100. طب الطالب عشان ينجح او يخش يبقى لائق في الامتحان القدرات لازم يجيب على الاقل مينيمم 60 من 100. 60 ناجح فيما فوق ناجح او لائق، اقل من 60 طبعا يبقى لا قدر الله غير لائق. طيب الامتحان الاولاني ده عباره عن ايه؟ امتحان التصميم زي ما قلت لحضراتكم ده عباره عن درجاته عن 60 درجه. الامتحان دوت لازم يكون بالالوان الفلوماستر او الوان الخشب، بيقيس قدره الطالب على الابتكار، بيقيس قدره الطالب على الابداع، بيقيس قدره الطالب على الحس بالالوان، الكتله والفراغ، احساسه وادراكه باللون. فدي طبعا عايز اقول لحضرتك كمان على حاجه، ان الورقه الامتحانيه كنت لسه يعني بقول لاستاذه نهى ان الامتحان ده عباره عن او بيقيس قدرات كتيره جدا. الورقه الامتحانيه بتعدي على 9 اساتذه متخصصين، يعني السؤال الاولاني بيصححوا 3 اساتذه، السؤال الثاني بيصححوا 3 اساتذه تانيين، يبقى كده 6، ويبقى في مراجعه عين واحده للكل 3 اساتذه تانيين، فالورقه بتعدي على 9 اساتذه متخصصين. طيب السؤال الثاني اللي هو السؤال الرسم ده عباره عن ايه؟ ده بيقيس قدره الطالب على مدى ادراكه للظل والنور بتاع قلم الرصاص. ده بيكون بالقلم الرصاص، ملوش علاقه خالص بالالوان، سواء الوان الفلوماستر او الوان الخشب او الالوان المائيه اللي هي زي السؤال الاولاني بتاع التصميم. هنا الموضوع مختلف شويه، فبنشوف احساسه، ادراكه للظل والنور، للمنظور، للبعد الثلاثي. فدي حاجات كلها بتقيس قدره الطالب عليها. بنشوف بقى هو تخيل ازاي، رسمها ازاي، او نفذها ووظفها ازاي. فهم دول السؤالين. طب الطالب يجيب ايه معاه؟ يعني يجيب ايه معاه وهو داخل الامتحان؟ بيجيب الادوات بتاعته اللي هي المسطره، الادوات البسيطه، البرجل، اللي بيجيب كمان طبعا الليمه الرصاص اتش بي او بي، بيجيب الوان الخشب او الوان الفلوماستر، بيجيب طبعا كمان مع الاستيكه طبعا دي اساسيه. ساعات بيجيب مثلا عند اللي هي زي ما بنقول عليها ايه، سناده يسند عليها عشان الورق وكده. الميزه كمان عندنا في الكليه ان احنا عندنا كل القاعات اللي الاولاد بيمتحنوا فيها مكيفه، او نقدر نقول 90% من القاعات اللي عندنا مكيفه. فالطالب بيخش الامتحان بيبدا الساعه 10، بندخل الطالب الساعه 9، الساعه 10 بالدقيقه الورق بيكون اتوزع على الطلاب كلها. طبعا ما ينفعش خالص، ممنوع منعا باتا ان الطالب يخش بعد الساعه 10. بعد الساعه 10 ما بيخشش. طب في بعض الطلاب بتسالنا، طب انا جيت متاخر، انا جيت 10 وربع 10 ونص عايز اخش. اولا ما ينفعش يخش، لان اولا مش هيقدر يلحق يخلص الامتحان ولا يرسمه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا مرونه بمعنى ان لو الولد او الطالب او الطالبه ما لحقوش يخشوا النهارده، بنعمل لهم امتحان ثاني مثلا بعدها بيومين او بعدها ب3 ايام، بنجمع كل الطلاب اللي هم تخلفوا عن اداء الامتحان وبيخشوا في يوم ثاني، كنا احنا محددين معاهم الموضوع دوت. لو اتكلمنا بقى على المشاريع التخرج، احنا عندنا طبعا مشاريع التخرج عندنا في الطالب في نظام الساعات الكريدت اورز او الساعات المعتمده. عندنا مشروع تخرج واحد ده بيكون في نهايه الترم الاولاني، ومشروع تخرج 2 في نهايه الترم الثاني. مشاريع التخرج بتاعه الطلاب زي ما حضراتكم ان شاء الله هتغطوها وتصوروا الحاجات الجميله اللي عندنا في الاقسام العلميه المختلفه. ده يعني هنقول عليها حاجه اساسيه، ان الطالب ياخد خبراته ال5 سنين اللي فاتت، سواء كانت في اعدادي او في ال4 سنين التخصص، بيطلع خبراته يعني في كل المواد اللي درسها، بيطلع منتج او برودكت. عشان كده دايما نقول ان فنون تطبيقيه مختلفه في ايه؟ ان احنا بنعمل تصميم. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه برضو، ان خريجين الكليه كلهم في ال14 قسم او 7 برامج الخاصه بيتخرجوا تبع نقابه فنون التطبيقيه، نقابه مصممي الفنون التطبيقيه. زائد ان في قسمين عندنا برضو، قسم طباعه المنسوجات والصباغه والتجهيز، وقسم الغزل والنسيج، بيخشوا برضو في نقابه المصممين، وبيخشوا كمان بالاضافه لكده للمصممين بيخشوا نقابه المهندسين.
نرجع تاني لمشاريع التخرج. مشاريع التخرج بتبقى فرصه جميله قوي ان بنعمل على هامشها ملتقى توظيفي، واحنا بنعمل الملتقى التوظيفي دي سنويا. الملتقى التوظيفي ده بندعو فيه شركات، سواء شركات قطاع خاص او قطاع عام او المراكز البحثيه المختلفه او الحاجات الستيك هولدر المنتميين للقطاع بتاعنا، القطاع الصناعي او القطاع الثقافي او القطاع الفني لينا كفنون تطبيقيه. زي ما قلت لحضراتكم احنا بنعمل تصميم شكله جميل، شكله راقي، شكله مبدع، له وظيفه او له اداء. يعني مش بعمل شكل حلو وفي نفس الوقت لا بعمل له كمان له فانكشن او له وظيفه، يعني له منفعه، مش مجرد شكل حلو وملوش منفعه، لا كله له شكل له منفعه. اولادنا السنه دي الحمد لله ال 14 قسم العلمي باختلاف تخصصاتهم، مع عدد 2 برنامج اللي هو او 3 برامج خاصه خرجوا في زي برنامج علوم تصميم الاثاث، وبرنامج الاعلان الرقمي، وبرنامج الموضه وطباعه المنسوجات. المشاريع كانت على اعلى مستوى، اشاد بيها كل الناس الضيوف اللي جم، اصحاب المصانع، اصحاب الشركات. عايز اقول لحضراتكم ان مجرد ما كان اصحاب الشركات والمصانع بييجوا يشوفوا الحاجات ديت بتاعت الولاد، انا عايز العمل دوت، انا عايز العمل دوت، انا عايزه يجي يشتغل عندي. وكانت فرصه زي ما قلت لحضراتكم كده في ملتقى التوظيف ان هم يعملوا انترفيو مع الطلاب، وكثير جدا منهم فعلا يعني كلمونا ان احنا خلصنا المشاريع، كانت تقييمها من يوم السبت لحد يوم الخميس، في ناس كتير قوي اشتغلت الحد والاثنين اللي بعديها على طول. مبدئيا اعرفكم كده بكليه فنون تطبيقيه. كليه فنون تطبيقيه من الكليات الفنيه اللي بتطلع مصمم اللي هو بيخرج من المنتج، بيعمل منه منتج وظيفي بشكل فني. فعندنا مجموعه من التخصصات، بداية من الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون، بنطلع مدير تصوير في القنوات الفضائية، في السينما، في الفوتوغرافيا. عندنا قسم طباعة ونشر وتغليف، كل ما له علاقة بالباكجينج والطباعة، سواء بقى الرقمية أو التقليدية. قسم الإعلان والجرافيك، قسم التصميم الداخلي والأساس، قسم التصميم الصناعي، كل ما هو متعلق بالمنتج الصناعي اللي احنا بنستخدمه في حياتنا العادية، بداية من تصميم شكل الموبايل، المكوى، أجهزة كهربائية، عربيات، كل ده بيصممه خريج قسم التصميم الصناعي. في عندنا أقسام خاصة بالمنتجات الصناعية النوعية زي خزف وزجاج، وأقسام فنية زي نحت وزخرفة، بالإضافة إلى قطاع المنسوجات زي قسم الغزل والنسيج، زي قسم الملابس الجاهزة أو الفاشون، زي الطباعة والصباغة والتجهيز للمنسوجات. لسه مخلصين مشاريع التخرج، وكان عندنا فعالية كبيرة هي ملتقى للتوظيف بنسعد بيها كل سنة، لأن الطلبة بتوعنا بيتخرجوا في نفس اليوم وبيشتغلوا في نفس اليوم كمان. بيبقى معانا مشاركين كل من له علاقة بالصناعة، المصانع والمكاتب اللي ليها علاقة بمجالات التخصص عندنا، بيجوا يحضروا مشاريع التخرج وبيقابلوا الخريجين وبيعملوا الانترفيو، والطلاب بيشتغلوا في نفس اليوم بتاع مشاريع التخرج. بالنسبة بقى للفعالية الثالثة أو الحدث الثالث الكبير اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، اللي هو استقبال الدفعات الجديدة من الطلاب بتوع الثانوية العامة. عندنا الامتحانات بتاعة القدرات، ودي خطوة مهمة للخريج بتاع المدارس الثانوي، اللي هو بنعرف منه قدرته على انه يلتحق بالكلية بتاعتنا. بنعرف من خلال بعض الأسئلة اللي بتبين لنا طلاقة التفكير والابتكار والإبداع
سواء بقى في التصميم الحر أو التصميم الابتكاري أو قدرته على ملاحظة المنظور والتعامل مع التصميمات والمنتجات المختلفة بمنظورها في حياتنا الطبيعية. انتوا إن شاء الله النهاردة هتشوفوا معانا مجموعة من مشاريع التخرج للكلية، كلنا بنسعد وبنفخر بيها، لأن الطالب عندنا مش بس بيستعرض إمكانياته التصميمية، لا كمان إمكانيات تنفيذية. في كل قسم من الأقسام خلال السنوات الدراسة كلها بيدرس مجموعة من المواد اللي بتأهله إن هو ينتج مشاريعه خلال السنين، ومشروع التخرج بالذات يحط كل إمكانياته فيه، سواء بقى التصميمية أو التنفيذية. المشاريع بتاعتنا بتوصف مشكلة حقيقية موجودة في السوق، وبيبدأ الطالب يشتغل عليها بحيث ان هو يحسن الوظيفة ويحسن الشكل بتاع المنتج. هنلاقي بعض المشاريع المميزة في الأقسام زي مشاريع التخرج بتاع قسم الزجاج. أخذوا فكرة العربيات المنتشرة دلوقتي لبيع المنتجات، سواء المشروبات أو المأكولات اللي موجودة في الشوارع، بس كل واحدة ليها شكلها اللي ممكن ما يضيفش قوي للمكان، فبدأوا يحطوا تصميماتهم اللي تخلي العربية سهل استخدامها وبتأدي وظيفة جمالية للمكان اللي تتحط فيه. كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان هي أقدم كلية فنون تطبيقية في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي. 185 سنة من الإبداع والابتكار ومواكبة كل متغيرات والتطورات اللي في البحث العلمي وفي التعليم داخل جمهورية مصر العربية. فيها 14 قسم علمي. قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون هو قسم معني بكل وسائل بالتصوير في كل وسائل الإعلام. قسم الطباعة والنشر والتغليف، قسم الإعلان، قسم التصميم الداخلي والأساس، قسم التصميم الصناعي، قسم تصميم الأساس والإنشاءات المعدنية، قسم المنتجات المعدنية والحلي، قسم الخزف وقسم الزجاج، الزخرفة، النحت والتشكيل المعماري، قسم الغزل والنسيج، وقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، قسم الملابس الجاهزة. 14 قسم بيتناولوا كل احتياجات ومتطلبات واغلب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة ل7 برامج خاصة متميزة بمصروفات باللغة الإنجليزية. هي علوم تصميم الأساس، وده قسم منبثق من قسم التصميم الداخلي والأساس، قسم التصميم الداخلي الإيكولوجي، وبرضو ده قسم منبثق من التصميم الداخلي والأساس. ده بيعكس مدى احتياج المجتمع لخريج الفنون التطبيقية في هذا التخصص. قسم تصميم الإعلان الرقمي، ده قسم بيتناول كل المستجدات الخاصة بالإعلان الرقمي في زمن طبعا غلب عليه الصحافة الإلكترونية ووسائل الإعلان الرقمية. قسم الموضة وطباعة المنسوجات هو من الأقسام المتميزة اللي بيعكس التعاون والتشارك بين أقسام الكلية المختلفة. قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز مع قسم الملابس الجاهزة عشان يطلع خريج مختلف بيغطي احتياج بيتطلبه سوق العمل. قسم أو برنامج علوم التغليف، وده برنامج جديد يمكن الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، وهو برنامج متميز جدا لأن النظائر بتاعته كلها في الدول الأجنبية والأوروبية، فبالتالي هو برنامج جديد ومتميز. برنامج الوسائط المطبوعة، ده من البرامج المتميزة في مجال الطباعة والنشر والتغليف، وهو منبثق من قسم الطباعة والنشر والتغليف، هو برنامج علوم التغليف. برنامج تشكيل الزجاج في العمارة، وده برنامج متميز جدا لأنه بيعكس كل المستجدات في مجال العمارة وارتباطها بتخصص الزجاج. الحقيقة كل الأقسام بتاعة الكلية متميزة وليها تواجد تام داخل سوق
سوق العمل ومستجدات سوق العمل، وكمان بتدعم رياده الاعمال والعمل الحر. يعني مش بس ان احنا يبقى خريجنا مطلوب في كل اماكن الخاصه بسوق العمل، سواء كانت مصانع او شركات او هيئات حكوميه او خاصه، كمان هو عنده القدره ان هو يكون صاحب عمل حر لنفسه، وده بينمي رياده الاعمال، وده اتجاه من اتجاهات الدوله.